السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد مشاهدي مستمعي قناة مقال اليوم. الجيش المغربي يقصف عصابات البوليساريو بالثقيل. تداولت صفحات مقربة من عصابات البوليساريو تعرض عناصر مسلحة من جبهة الوهمية الانفصالية لهجوم بطائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية في منطقة جنوب شرق ميجيك بالقرب من الحدود الموريتانية. وذكرت نفس الصفحات تحرك بعثة المينيرسو إلى عين المكان لجمع الأدلة والتقاط صور لأهداف العملية الجوية. يشار أن هذا الهجوم يأتي بعد يوم واحد من إعلان عصابات البوليساريو عن تعيين قادة جدد لمناطقها العسكرية الست. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش المغربي مركبات الانفصاليين أثناء محاولتهم التسلل والاقتراب من الجدار العازل.